طول الوقت بنتكلم عن القهوة. هنشرب قد ايه قهوة؟ طب هل هي مفيدة ولا مش مفيدة؟ هل كام فنجان قهوة في اليوم مسموح لنا؟ ونسينا المشروب الرسمي اللي احنا دايما بناخده، ايه هو؟ الشاي. الشاي هو المشروب الشهير للمصريين عموما. الصبح شاي، اهل البلد شاي، وانت مع عيلتك ومتجمعين مع بعض شاي مع كيك، شاي بلبن، شاي اي شاي. بنتصرف بقى معاه. دلوقتي بقى الكرك. عارفين ايه افيد لكم؟ حقيقي شاي الكرك. شاي الكرك بإضافاته البسيطة اللي بنضيفها عليه. في ناس بتحب إضافات زي المستكة والحبهان، واللي بيضيف مشروبات زي الجنزبيل معاه. كل الكلام ده هايل جدا على فكرة، بيرفع المناعة وبيقوي جدا المناعة وبيكافح العدوى، خاصة في الفترة اللي احنا فيها حاليا. بس في شرط مهم جدا وانت بتاخد شاي الكرك وبتتناوله: ممنوع إضافات السكر الرهيبة اللي بتتحط عليه. مش عايزين نضيع مشروب وفوائد مشروب صحي جدا ونحوله لمشروب غير صحي. فياريت نراعي استخدامات وإضافات السكر اللي موجودة على شاي الكرك. ودمتم بألف خير وألف صحة.